أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وين ما كنتم بتتابعونا داخل وخارج السودان، أولى حلقاتنا من برنامجنا فطورنا سوداني. فطورنا سوداني بيتكلم عن الثقافات والعادات والتقاليد السودانية من طبيكم مدن قرى أرياف السودان. الليلة فطورنا حيكون من منطقتين من السودان من مختلف الولايات. منطقتنا الأولى الليلة حتكون السبلوغة. كمان الليلة حيكون عندنا حاجة في السودان بتكون بتميزنا، إما عادة معينة أو ثقافة معينة أو نظام معين عندنا نحن هنا في السودان، أو لعبة شعبية بتميزنا نحن كسودانيين. نمشي نشوف منطقة السبلوغة، والليلة فطورنا حيكون في منطقة السبلوغة في التقرير الثاني ونعود لكم. تقع منطقة السبلوغة شمال الخرطوم، تبعد حوالي 85 كيلومتر. يعتمد سكان السبلوغة في جلب سبل المعيشة على حرفة الزراعة وصيد الأسماك، كذلك الهجرة خارج السودان. تعتبر منطقة حدودية بين ولايتي نهر النيل والخرطوم، لكنها تتبع لولاية نهر النيل. ينحدر مواطنوها من جدوى حتوى الفكي حسين، وهم جعلية عويضية، بها مدرستين أساس بنين وبنات، ثانوي بنين وبنات. أكلاتهم الشعبية الرمضانية التيلية والعصيدة وعصير الحلمر. القبيلة جعلية، لكن تمت المصاهرة مع قبائل مختلفة مثل الحسانية والكواهلة والشوايقة، مما نتج حي بالمنطقة يسمى البادياب. يعتبر الشلال السادس أول شلال بعد الخرطوم وآخر الشلالات من الشمال. توجد طابية بالسبلوغة هي من آثار المهدية، والطابية هي عبارة عن استحكامات عسكرية دفاعية هجومية في شكل خندق عميق، ساتره مبنى من الطوب اللبن والحجارة، به فتحات تبعد كل فتحة عن الأخرى 92 سنتيمتر تقريبا، تسمى المزقات، وعليها عدة أبراج للمدفعية. ومن العادات والتقاليد الراسخة بالسبلوغة الجلد أو البطان، وهو يصاحب المناسبات والأعراس، حيث يقوم الشاب بالتطوع للجلد أمام الفتيات والنساء، ويقوم العريس بمهمة جلد المتطوعين بالسياط في ظهورهم وسط هاديج وزقاريد النساء، وهو مظهر من مظاهر استعراض الشجاعة والصبر على المكاره. السبلوغة قبلة لكل السواح من الداخل والخارج. الليلة حنتكلم عن واحدة من الحاجات السودانية اللي بتشبهنا نحن كسودانيين وبتميزنا. هي لعبة شعبية، شيليل وينو. شيليل وينو، شيليل وين راح، خطفوا التمساح، شيليل وينو أكلوا الدودو. هي لعبة شعبية بتتلعب عادة عند سطوع القمر، وأكثر الأوقات اللي بتلعب فيها أول أزمان بتكون في شهر رمضان، مرتبطة عندنا بشهر رمضان أكثر، وهي زالت موجودة في بعض الأرياف عندنا في السودان. اللعبة عبارة عن بتكون عظمة إما من الماعز أو من الضان. العظم بتعدي زي 2 أو 3 شهور عشان يكون لونه أبيض. مع الظلام تقدر تسهر نسبة لأنه ضوء القمر بس اللي بيكون ساطع، ويقدروا يتحصلوا عليها أو يلقوها. بيكون عندهم مربعة تسمى الميس، بيكون واقف واحد من الأطفال بيشيل بيجع العظمة، وبيجروا بيبحثوا عنها في تناقم وفي أهادي. شيليل وينو أكلوا الدودو، شيليل وين راح، خطفوا التمساح. البيك العظمة من الأطفال بشيلها وبرجع بيها تاني في تخفي للميس، والأطفال بيكونوا خلفه. شيليل وينو، شيليل وين راح، شيليل وينو أكلوا الدودو، شيليل وين راح، خطفوا التمساح. دي واحدة من اللعبات السودانية اللي عندنا نحن. الألعاب السودانية اللي عندنا في السودان بتميزنا، هي من الألعاب الشعبية اللي بتشبهنا وحكتنا نحن كسودانيين ومرتبطة لنا برمضان أكتر. ألعاب الماضي مفيدة كتير، مرة شدد ومرة شليل. ألعاب الماضي مفيدة كتير، مرة شدد ومرة شليل. شليل وينو خطفوا الدودو، شليل وين راح خطفوا التمساح وينو. منطقتنا الثانية الليلة فطورنا الثاني من أرض المحنة ومن شرق الجزيرة، منطقة ألتي. خلونا نشوف التقرير الثاني. تقع ألتي في الناحية الجنوبية الشرقية لمدينة الخرطوم على بعد 62 كيلومتر.
على طريق الخرطوم مدني ترقد على الضفة الجنوبية للنيل الأزرق. اسم ألتي اسم نوبي من الأسماء النوبية القديمة كسوبة وكترانج وأربجي والعديد. وقرية النوبة تتبع لولاية الجزيرة، تسكنها عدد من القبائل أشهرها الجعلية والمحس والشوايكة والضناقلة والرفاعية. الركابية والحسانية تعتبر أول المناطق التي بدأت تعليم النساء، بها 4 مدارس أساس حكومية، كما توجد بها 4 مدارس ثانوي خاصات، كما يوجد بها مدرستين ثانوي خاصات، معهد ألتي للقرآن ثانوي، معهد ألتي الحرفي. الرياضة في ألتي بها 4 فرق مسجلة ضمن اتحاد القرى. مصادر الدخل الأساسية في ألتي التجارة بكل أشكالها وأنواعها، وخاصة تجارة الطوب الأحمر، الزراعة والوظائف. المغتربين خارج السودان، ألتي بها 7 مساجد و4 مراكز لتحفيظ القرآن. من أشهر الأكلات في ألتي في رمضان العصيدة والتكلية، القراصة والكسرة. في رمضان يكون الإفطار خارج البيت في الشوارع والساحات. اشتهر أهل ألتي بالكرم خاصة في رمضان، حيث يتم قفل طريق الخرطوم مدني عند وقت الإفطار، ذلك لإكرام المسافرين وتقديم الإفطار لهم. ألتي الكرم والترابط الشبابي من أجل جعل ألتي هي الأفضل تعليما وعمرانا. الليلة كانت عندنا سياحة، وفطورنا السوداني كان في منطقتين، منطقة السبلوغة ومنطقة ألتي. استمتعنا جدا الليلة وعرفنا معلومات جديدة عن المناطق وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها. كمان الليلة تكلمنا عن حاجة بتشبهنا نحن وحقتنا نحن كسودانيين، واحدة من الألعاب الشعبية شيليل وينو. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الحلقة دي، عرفتوا معلومات جديدة وعرفتوا سوداننا وعاداتنا وحاجاتنا اللي نحن بتشبهنا. أقول للدنيا كل الدنيا أنا سوداني. إلى اللقاء، في أمان الله.